السلام عليكم. اليوم طبختنا حامض الشلغم. هاي المواد حضرناها: الشلغم والسلق والبصل، وهذا النارنج. طبخة شتوية. وهاي أنا دا أقشر الشلغم والمواد كلها أثرمها. عندنا هنا السلق والشلغم والنارنج والبصل الأخضر. هي هاي اليوم مناسب يعني اليوم مطر والجو بارد كلش، فهي هاي الأكلة مناسبة لهيك أيام. وهاي دا أحضر الكبة، دا أحشيها كبة الجريش، حضرتها على مود نحطها بالتشريب. كمية عندي يعني بيها مناسبة، نص كيلو من الجريش عجنته وسويت حشوة اللحم. وهي هاي الطبخة مناسبة جدا لهذا اليوم لأن الجو كلش بارد. قلت ما إلها غير حامض الشلغم. وإن شاء الله راح أقدم لكم طبخات جديدة إن شاء الله تعجبكم. واليوم راح أسويها تشريبها أصفر، يعني حامض الشلغم لونها أصفر مو حمرة. وإن شاء الله على الأيام الجاية راح أسويها حمرة، لأن إحنا هنا الجماعة يحبوها لونها أصفر، ما يحبوها لونها أحمر. وهاي نسوي الكبة، نكبكبها نسوي دوائر ونسويها هاي الشكل العريض، يعني أشكال من الكبة اللي حشيناها. نحضرها أو نستعمل مجمدة عادي، حتى المجمدة إذا عندنا بالفريز ضامين عندها نستعملها رأسا نحطها بالتشريب. بس هاي أنا سويتها يعني جديدة نفس الوقت، يعني ويا الطبخة مال الشلغم. هنا راح نسوي كمية هواية لأن إحنا عائلة هواية. هاي مثل ما تشوفون. وهنا عصرنا النارنج فريش، هي 1 أو 2 كل